خده، اما يرجع مش عارف مين خده، ما عنديش مشكله. بص اقول لك حاجه، يعني هو دلوقتي كابتن ابراهيم حسن اهو من خلال التصريح بتاعنا جوه طبعا، والتصريح اتقال انا ليا دماغ ان مروان عطيه يعني مش هيلعب الماتش الاولاني عشان عنده انذارين، ماشي، وضم مروان عشان ان شاء الله يتجهز لماتش بوركينا فاسو. طب والاولى هو ولا محمد شحاته اللي يتجهز؟ واحد رجليه في الملعب وجايب جون عالمي، والنهارده سبب خساره نادي الزمالك ان محمد شحاته مش موجود. عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ هو لما محمد شحاته بيبقى موجود بيبقى نص الملعب كده سداح مداح. طيب هرجع تاني لريبيرو. الحقيقه ايه كان تفسيرك او كان يعني سبب انك تقول ان ريبيرو اول الراحلين؟ ايه؟ طب ما تجيب عشان الناس تعرف. ماشي قول لي بس عشان انا قلت لك الفليس لما بيتكلم. على فكره انا قبلك بقى، انا قبلك كنت معترض اول ما تم الاعلان عن الراجل، والناس قالت لي انت ايه اللي بتقوله ده؟ بص انت كنت متوقع ان هو يمشي بالامانه؟ انا كنت متوقع انه يمشي، ولكن في اي نتيجه سلبيه في دوري ابطال. مش دلوقتي. بدليل ان انت قلت لي كده اخر مره في الحلقه. قلت لك لا ممكن، لا اصل الدوري عادي، انما الدوري الابطال هي اللي هي المشكله طبعا. ده بالنسبه للجمهور، لكن واضح ان ده هيأثر على دوري ابطال، يعني لو كان فضل. طب انا قلت لك كده ساعتها، قلت لك انت لو ما خدتش الدوري السنه دي مش هتروح افريقيا السنه الجايه. طيب يعني القرار بتاع الاداره بوجوده اصلا كان صح؟ غلط طبعا. هو انت سايب وبرحيله بس، وبرحيله صح دلوقتي؟ لا برحيله كمان غلط، لانك انت هم ضحوا بيه عشانهم هم. ما تسمع الكلام امبارح المدرج كان بيقول ايه؟ المدرج كان بيقول ايه؟ بيقول ايه المدرج؟ ايه؟ المدرج كان بيقول ايه؟ اسال بقى، اسال. انت سمعت يعني؟ سمعت. ايوه. ويا خطيب النادي بتاعنا. يعني الجمهور بيقول له ما اعرفش ايه يا خطيب النادي بتاعنا. يعني انت شايف ان كاداره ان انا امشي ورا الهتافات بس، ولا انا عندي النظام معين؟ انت جبت زيزو عشان الهتافات؟ لا زيزو لعيب كويس قوي يا كابتن، راجل فري، انا اجيبه وانا ده تبقى فرصه. لو لا انت بص انا ما والله بص، انت عارف اقول لك على حاجه؟ ندمته بعد ما شفته الفينا ده. تعرف ان هو انا مش عارف انت طالع في جماهير، اسمع جماهير نادي الزمالك طالع بالسما ليه؟ ده انا بتاكد ده هو كينو يعني من ريحه ميسي يا جدع. سنه بقول لك هو كينو، انا قلت لي ده احسن من كينو. طبعا احسن من كينو، هيبقى احسن من كينو. كنت بقول اللعيب ده احسن من كينو، هيبقى احسن من كينو. اسمع الكلام ده، الراجل بيلعب ده ثالث ماتش له، اقسم بالله كانه بيلعب بقاله 10 سنين في نادي الزمالك. طيب. وبيلعب كانه في مصر، بيلعب في مصر في الدوري المصري بتاعنا. هو كينو تقطع امتى؟ بس انا عايز تاثير لعيب في الملعب اكسر. ايوه ما مقصر، ما النهارده عامل لك سروهين جونين، واحده لشيكوبانزا والثانيه لعمر جابر. لو عمر عملها بالعرض كده جون، ضرب بيه الديفنس. وخلي بالك الوحيد اللي بيمسك كوره من نادي الزمالك 3 بيروحوا. طيب هرجع تاني عشان انا الحته دي، ارجع تاني بس لريبيرو عشان اوري الناس الفيديو. انت قلت ايه يعني؟ ما لازم اقول ان انت عندك برضو حسن توقع، واقول انا كمان برضو. انا قلت يابا بص، العبقريه قاعده قدامك. سلام على الحمد لله رب العالمين، ما بقولش حاجه. بلاش يا كابتن النرجسيه دي، مش والله العظيم مغرور. ده رضا من ربنا. طيب انا برضو كان عندي توقع ان الراجل ده اصلا من الاول في مره مش كل مره. هو طيب شوف المذيع الاول قال ايه وبعد كده الضيف قال ايه. كابتن محمود الخطيب نفسه كان عارف ان هو هيمشي. انا قلت لك اول واحد على فكره الناس هاجمتني ان انا قلت ان المدرب ده يبقى ماشي. وحش. ما يهاجموا عادي، ما يهاجمونا، ما هم بيهاجموني. ما هم بيهاجموني ولما قلت الكلام ده هاجموني. طيب نشوف الفيديو يا جماعه ونرجع لكابتن رضا، نقول ليه كابتن رضا كان اسبابه ان الراجل ده هيمشي.